الاتصال الآخر علي الغامدي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا نسلم على الشيخ الفاضل الملا فاتح كريكار، وأقول إني أحبه في الله وأحب جميع الأخوان المسلمين في كردستان. ويا أخي أنا أقرأ في أخبار موقع مفكك الإسلام أنه يعني في مساجين كثير من الإسلاميين في كردستان، وأطالبك وأسألك وأسأل جميع الإسلاميين في كردستان أن يكون لهم منابر لدعوة الأخوان الأكراد، وأسلمت المجتمع العلماني اللي قاعد ينتشر بين الأخوان الأكراد، ونبذ القومية والعصبية الجاهلية. وجزاك الله خير. شكرا لك علي. وبالنسبة لأخينا الفاضل الذي يقول الأخ الغامدي من السعودية جزاه الله خير، نعم، بالنسبة للمساجين الإسلاميين ليس في السجون الأكراد إلا الإسلاميين، وليس فيها إلا التيار السلفي الجهادي، لأن هؤلاء الذين يحكمون المنطقة الكردية من القوميين العلمانيين الأكراد يعرفون أن هذا التيار الجهادي السلفي العقائدي المنهجي لم يستسلم لا لإيران ولا لتركيا ولا للعراق، بقت مستقلة واستعصت على كل نوع من أنواع الاحتواء كغيره، ولكن بفضل الله عز وجل ما زالوا يتمكنون، ما زالوا أقوياء بربهم ثم بإرادتهم الصلبة.